هلا وحبايب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. انا اختكم ام محمد. طبعا هاي اول مرة احكي بصوتي، لان هواي من المتابعين كتبولي بالتعليقات احكي بصوتك اوضح واحسن. حبايبي، اليوم جبت لكم طريقة عمل الكبسة السعودية، تقدرون تسوون اطيب غداء بوقت كلش قصير. هاي انا محاطة القدر وبزيت وثلاث افخاذ ذني نزلتهم بين ما حمى الزيت. اتركهم تقريبا 5 دقائق بين ما شوية ياخذون يعني لون. ادي هنا حبة طماطة وحبة بصل وحبة فلفل، وهاي التوابل نوم بصرة، دارسين، طيبة الجوز، هيل، قرنفل، ورق غار، بهارات كبسة واضحة مثل ما تشوفونها. وراح انزل هنا التوابل ووراها مباشرة الفلفل والبصل. اخليهم هم تقريبا في 10 دقائق بين ما ينحمسن حمسة عدل، بحيث تطلع كل الزفرة. هاي شوفوا حبايبي شلون جهزوا وتغير لون الافخاذ. هنا راح انزل الطماطة، اخليهم هم شوية يعني تحمس. راح اضيف معجون طماطة استكفي بهذه المعلقة. هاي حبايب معلقة واحدة. طبعا اعذروني حبايبي، انا مرتبكة شوية لان اول مرة احكي بصوتي. هنا راح انزل المي الحار مباشرة، تقريبا عندي 4 اكواب من المي، ومنقعة هنا كتمن 3 اكواب. هاي 4 اكواب مي مغلي، تقريبا ياخذ وقت من عنده نص ساعة ضبط يستوي استواء تام. هاي هنا ملح حسب الرغبة. هاي هنا هسه بدا يفور. هنا أنا ورا نص ساعة كمل يعني جهز الدجاج. راح اطلعه على جهة وانزل التمن. راح افرش صينية الفرن اوراق السيليفون، وراح انزلهم تقريبا ربع ساعة بالفرن بين ما ياخذ اللون. وهذا التمن هنا نزلته، ما راح اضيف اي ملح، استكفي بالملح مالتي يعني السوب الدجاج. هنا سويت خلطة هيك بسيطة، شوية عصرة ليمون، شوية لون من الزعفران، وشوية زيت وملح. مسحت الأفخاذ بيهن على مود يطن اللون حلو. راح أدخلهم ربع ساعة بالفرن. هذا التمن هنا جهز، يعني كلش طيب. ما أوصف لكم يعني الطعام شلون طلع، يعني فتشي أطيب كبسة سعودية. حبايبي، إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، وتكتبون تعليق حلو وتحطوا لي اللايك. هنا تقريبا عندي جهز. صبيت التمن بهذا الطبق، واني بكيفي يعني كل من حسب الرغبة اللي يريد يزينه بأي طريقة. انا زينته استكفيت بهذا التزيين، قدمته بهذا الشكل وكلش طيب طلع. وألف عافية. لا تنسون الاشتراك حبايبي.